السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ عملت معاكم فيديوهات كتيرة جدا على برمجة الغسالة وطريقة تشغيلي في البرامج وحاجات زي كده، وكمان عملت معاكم مرتين عن دورة الخل. مرة منهم كان الفيديو مستقل، ومرة منهم كانت الغسالة متبهدلة، وكمان كانت يعني ريحتها مش نظيفة بسبب ان انا كنت غاسلة فيها مفرش السجادة، وقلت لكم طريقة تنظيفي فيها بيكون ازاي. ولكن الفيديو ده كان مع فيديو تاني، ففي ناس كتير جدا ما ركزتش في طريقة تنظيفي في الغسالة. ففي الفيديو النهارده انا عاملة الفيديو ده لان جات لي شكاوي كتير جدا الغسالة مش بتنظف. ركزوا معايا بقى في الطريقة اللي هتعمليها عشان خاطر الغسيل بتاعك يطلع نظيف من الغسالة. اللي معايا ده خل وملح ليمون وبيكربونات الصوديوم وخل. ده بالاضافه ان انا برضو هستخدم اي مسحوق جل عندي زي اريال جل او برسيل جل. تمام، هناخد منه بس معلقتين. معايا كمان بخاخه اهو. اول حاجه هتجيبي برطمانه تحطي فيها معلقه صغيره من ملح الليمون ومعلقه صغيره من بيكربونات الصوديوم. ده هنعملها زي تنظيفه كده للغساله من بره. وكمان الحله، يعني الحله الستانلس بتاعتي هنحط عليها شويه من الخل كده ونقلب كويس. وبعد كده كمان هنجيب كوبايه من الميه هنضيفها للمكونات دي، وهنقعد نقلب كده لغايه ما الفوران ده يروح خالص، وهنسيبها على جنب. هنحطها في البخاخه عشان دي اللي هنستخدمها كمنظف خارجي للغساله. بعد الخطوه دي مباشره هتاخدي الدرج بقى تطلعيه، لان الدرج بيكون فيه يعني حاجات كده عوالق من الصابون ومن الزهره ومن الدوني ومن الحاجات اللي انت بتستخدميها. وهتلاقي بقى الكلام ده من تحت ومن فوق، وكمان من المكان اللي بينزل منه الميه في الغساله. فهتاخدي بقى الكلام ده كله على حوض كده، وتبتدي تغسلي فيه بشويه كده من الخل وشويه كمان من المسحوق الجل والفرشه اللي انت شايفاها دي. هتبتدي الاول تغسلي المكان اللي بيكون جواه الدرج اللي هو بينزل منه الميه، لان هتلاقي فيه حاجات من بقايا الصابون متعلقه جواه، بالذات الصابون البودر يا جماعه بيسيب اثار كتيره جدا في الغساله. فضروري جدا تعملي يعني التنظيفه اللي انا بعملها معاكي دي في المكان اللي بينزل منه الميه من فوق، وفي كل مكان في الغساله من جوه، عشان خاطر تنضفيها كويس جدا. ده بالاضافه ان احنا هناخد دلوقتي الدرج كمان نبتدي ننضفه. ابتديت انا دلوقتي كمان انشف الاماكن دي كويس جدا، وبعد كده هبل الفوطه كمان ميه وارجع اعيد عليها مرتين ثلاثه لغايه ما احس ان هي بقت نظيفه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا خدت دلوقتي بقى الدرج نفسه ودخلت الحمام. ده شويه خل مع شويه مسحوق، مش اي حاجه تانية معاها. الخل بس عشان خاطر يعني التصبغات اللي بتكون موجوده في الدرج. ده الاماكن اللي هي اللي بتكون بنحط فيها مثلا الدوني او بنحط فيها الزهره او الحاجات اللي زي كده. هتبتدي تغسليها كويس جدا وتطلعي كل التصبغات اللي فيها لغايه ما تنضف معاكي كويس جدا، وبعد كده هتنشفيها وهترجعيها مكانها تاني. انا كده خلصت تنظيفه اهو، نشفته كويس جدا، هرجعه في المكان بتاعه تاني. طيب دلوقتي بقى هنحط ايه في الغساله عشان نعمل دوره الخل. بس دي مش دوره خل عاديه، دي دوره خل هتخلي الغساله معاكي زي الفل. تمام، انا حطيت كوبايه من بيكربونات الصوديوم ونص كوبايه من ملح الليمون، وهقلبهم مع بعض كويس بالشكل ده. وبعد كده هبتدي اشغل الغساله واستخدم الزرارين اللي هو الانتنسيف والكريزي كير عشان نعمل دوره الخل. الضغط 3 ثواني يعني متواصله. وبعد كده هعمل على زرار الباور او اللي هو التشغيل. هتبتدي بقى تشتغل الغساله بتاعتك وتسحب من الميه. البرنامج ده مدته تقريبا حوالي ساعه ونص. ودرجه الحراره هي بتبقى تلقائي، وكل حاجه في الغساله بتشتغل تلقائيا. هتبتدي الغساله بعد كده بقى تسحب البيكربونات الصوديوم مع الملح الليمون. احنا لغايه دلوقتي كده ما حطيناش لا المنظف الجل اللي قلت لكم عليه، ولا حطينا كمان الخل. يعني هننزل بيهم بعد ما الغساله تبتدي تسحب الميه بتاعتها وتسحب المكونات اللي احنا حطيناها كلها في الدرج اللي هي ملح الليمون وبيكربونات الصوديوم. تمام، هنبتدي بقى دلوقتي نعمل ايقاف، وبعدين هنفتح الدرج بالراحه كده ونبتدي ننزل بشويه صغيرين جدا من المنظف وازازه الخل كامله. ما تستغربوش، العمليه دي هتعملوها صدقوني هتخلي الغساله بتاعتكم تفرق معاكم يعني بدرجه كبيره جدا جدا، نظافه وريحه. وبجد يعني هتندمي ان انت ما عملتيش الحركه دي في الغساله من زمان، لان هيفرق معاكي في التنظيف جدا. خلي بالك احنا لسه ما خلصناش عمليه التنظيف والاسباب اللي بتخلي معاكي الغسيل بيطلع مش نظيف. لسه كمان هنبتدي ننظف كمان الفلتر. انا كده خلاص حطيت يعني الاضافات بتاعتي كلها كده خلاص، مش مفيش اضافات تانية هتتحط في الغساله. هنسيب الغساله بقى تكمل دوره الخل بتاعتها. وشايفه المسحوق مع المكونات اللي احنا حطيناها مع الخل هي اللي بتعمل معاكي الرغوه الفظيعه دي، وملح الليمون كمان. الغساله طبعا هتكمل الدوره بتاعتها وبعد كده هتقف. هي دي مش دوره، احنا قلنا دي دوره خل مش دوره غسيل يعني. اول ما الغساله تقف بصي بقى الحله الستانلس هتلاقيها بتبرق. تمام، لكن الرابر بتاع الغساله او الكاوتشه بتاعه الباب هتحتاج بقى بعد كده تنظيف. انا بجيب فرده شراب، اجيب البخاخه اللي احنا حطينا فيها بس معلقه صغيره من ملح الليمون، معلقه صغيره من بيكربونات الصوديوم، وشويه خل صغيرين مع شويه ميه. وببتدي ارش الكاوتشه بتاعه الغساله او الرابر اللي بره ده. ببتدي بقى انضفه بفرده الشراب دي. وبعد كده ببتدي برضو اجيب اي حاجه تانية ارجع انضف تاني. يعني انضفي كذا مره، لان ملح الليمون من المواد الحمضيه اللي ممكن تتفاعل مع اي حاجه انت مش شايفاها في الغساله.
تكون قابله للصدأ وممكن تصدي معاكي. هو معروف ان الغسالات بتاعه ال جي دي يعني المكونات بتاعتها ضد الصدأ، وخاصه ان الباب بتاعها كروم وكل حاجه فيها زي ما انتم شايفين كده من مواد مش هتصدي. ولكن احتياطي اعملي زي ما بقولك كده، لازم تنشفي كويس جدا باي حاجه قطن، وبعد كده هتجيبي برضو قماشه وتبليها بالميه وتبتدي تنضفي تاني. انا كده ابتديت انضف في البادي بتاع الغساله كله من بره، وببتدي كمان انضف في البلوره بتاعه الغساله. هتلاقي شكل الغساله معاكي فرق. انا مسرعه الفيديو عشان ما يكونش طويل عليكم. الفيديو خد مني تصوير اكتر من 3 ساعات، لان الدوره لوحدها زي ما انتم عارفين ساعه ونص، وكمان قعدت انضف الغساله من بره ومن جوه والفلتر والكلام ده كله، فاخد معايا حوالي كمان ساعه زياده. بان كمان الفيديو ده متعاد مونتاجه، وده طبعا لان بيجي لي شكاوي كتير جدا زي ما قلت لكم على ان الغسيل بيطلع من الغساله مش نظيف. انا كنت قلت لكم على طرق كتير جدا تنضفوا بيها، ولكن يعني دي من الحاجات الاساسيه اللي لازم تعمليها في الغساله عشان خاطر الغسيل بتاعك يطلع نظيف وريحته حلوه. بصي بقى، الفلتر اللي تحت في الغساله من تحت ده بتفتحيه وبتشد الخرطوم بالشكل ده كده، بتبتدي تصفي الميه الزياده. ضروري جدا تعملي الحركه دي كل ما تعملي دوره خل الغساله. ليه؟ لان البواقي بتاعه المسحوق بتنزل من الخرطوم ده وبواقي الميه كمان. لو ما عملتيش الحركه دي هتلاقي فيه ريحه كمكمه في الغساله، مهما تنضفيها هتلاقي برضو فيها ريحه كمكمه. بعد كده هتبتدي تقفلي المكان ده كويس وتبرميه كده، وتبتدي تدخليه وتبتدي تقفليه كويس بالشكل ده. وبعد كده هنبتدي نفتح بقى المكان بتاع الفلتر ده. بيكون اي عوالق بتكون يعني موجودة في المكان ده. ومن الحاجات اللي بتسبب على فكرة ان الغسالة مش بتبتدي تشد الوبرة او الشعر قطط او اي حاجة، ان المكان ده بيكون مسدود. يعني لو خدت بالك من جوه كده هتلاقي فيه زي حاجات يعني مش نظيفة اهي. فهي بتبتدي اي حاجه بتخش معاكي في الغسيل او بتكون في الجيوب تخزنها في المكان بتاع الفلتر ده. فانت لازم برضو مع كل دوره خل بتفتحي المكان ده وتنضفيه كويس جدا، لان ممكن ايدك ما تعرفش توصل للمكان ده كويس، فممكن تنضفيه بفرشه وبعد كده تبتدي تكبي فيه ميه زي ما انا كبيت بالازازه كده. وبعد كده نشفي كويس قوي 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 من فوق ومن تحت في الغساله اهو زي ما انا بنشف. وبعد كده كمان هاتي فوطه ناشفه خالص خالص وابتدي برضو نضفي تاني، عشان خاطر اي نقطه ميه تكون نزلت منك انت ما تضمنيش يكون في مسمار مثلا يصدي او اي حاجه. احتياطي نضفي كويس خالص ونشفي كويس جدا جدا بعد عمليه التنظيفه دي. وبعد كده بصي على الغساله بتاعتك بقى هتلاقيها زي الفل. هتبتدي تحط الغسيل فيها هيطلع زي الفل. واهم حاجه واكبر مشكله الناس بتشتكي منها ان الغسيل بيطلع من الغساله ريحته مكمكمه مش ظريفه. مهما تستخدمي دوني او منظفات كويسه وغاليه بتلاقي برضو ريحه الغسيل طالعه مش نظيفه. فضروري جدا تعملي الحركه اللي انا عملتها معاكم دلوقتي دي، تنظيفه اعمق شويه من دوره الخل. بجد هتحسي ان الغساله بتاعتك بقت بتتنفس والغسيل هيطلع معاكي نظيف جدا جدا. ده غير ان ريحه الغسيل كمان هتطلع معاكي ريحه منعشه كده وريحه تحفه. تمام. دي اهم حاجه في موضوع تنظيف الغساله. كمان ما تتجاهليش ان انت ممكن تستخدمي برامج البخار عشان تفتيت البقع الصعبه زي ملابس الاطفال او الملابس الداخليه او الحاجات اللي زي كده، وشرحنا الكلام ده كتير في فيديوهات قبل كده، مع استخدام مسحوق يكون نوع كويس. ممكن كمان تستخدمي الفانش بيساعد جدا في تفتيت البقع. تمام. اعتقد ان انا كده رديت على كل التساؤلات بتاعتكم بخصوص تنظيف الغسيل او مش بيطلع نظيف في الغساله. لو ليكوا اي سؤال سيبولي في التعليقات، وانتظروني في الفيديو الجاي، ومع الف سلامه.